ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد مهم هنتكلم فيه عن فرق بين نوعين مشهورين جدا وقدام جدا من انواع مضادات الالتهابات والتورمات الاقوياء اللي موجودين معانا من زمان. النهارده هنتكلم عن الالفانترين اقراص، كتير مننا عارفه كتير مننا بيستخدمه، وهنتكلم عن الريباريل جيل الريباريل 40 مللي اقراص. كتير مني طلب فيديو اشرح الفرق ما بين الاثنين، لان في فرق جوهري ما بين الالفانترين وما بين الريباريل الاقراص. الاثنين فعلا مضاد للتورمات ومضاد للالتهابات، ولكن في فرق في الاثنين. خلونا الاول نبدا نتكلم عن الالفانترين اقراص. الالفانترين اقراص مبدئيا كده بيتكون من مادتين فعالين اللي هما التريبسين والالفا كيموتريبس. المادتين دول او فكره عمل الالفانترين ان هو بيقوم بهضم البروتينات الغير حيه اللي موجوده مكان الالتهاب، وبالتالي البروتينات الغير حيه اللي هي مسؤوله عن الالتهابات والتورمات والارتشاحات اللي بتسبب التورم، وتلاقي الجرح او مكان الجرح او مكان الكسر ورم واتنفخ جامد. بالتالي انت لما تموت او تهضم البروتينات الميته المسؤوله عن التورمات دي، فهتلاقي بنسبه كبيره الارتشاحات والتورمات والالتهابات قلت. طبعا كان بيتاخد كعلاج مساعد، ما هواش علاج اساسي او رئيسي، بيتاخد بالاضافه لعلاجات تانية. الالفانتين الاقراص هو مضاد للالتهابات والارتشاحات والتورمات، ولكن مش مسكن للألم، ونفس الموضوع بينطبق على الريباريل الاقراص، هو مضاد للالتهابات والتورمات ولكن مش مسكن للألم. طيب نيجي لنقطة مهمة بالنسبة للريباريل الاقراص. الريباريل الاقراص بيتاخد قبل الأكل ولا بعده؟ عشان الكلام ده أنا اتكلمت فيه كتير قبل كده، سواء على الفيسبوك سواء في فيديوهات، والموضوع عامل قلق لناس كتير. ناس تقول لك لا بيتاخد بعد الأكل عادي، ناس تقول لك بيتاخد قبل الأكل عادي. الالفانترين اقراص يا جماعه هو انزيمات هاضمه للبروتين، وبالتالي لو اخدته مع بروتين هيقوم الماده الفعاله اللي موجوده فيه هتهضم البروتين اللي في الاكل، وبالتالي هيخلص قبل ما ينزل جهازك الهضمي او ينزل الامعاء ويحصل له امتصاص ويدخل الدم وبيتحرك على مكان التورمات. هتقولي يا دكتور الكلام ده كان زمان والاقراص اتعملت بتقنيه مختلفه والموضوع اختلف دلوقتي. لا، الموضوع ما اختلفش. انا هشرح لك الموضوع بشكل بسيط بسرعه عشان بس نبقى فاهمين وعارفين احنا بنتكلم ازاي او عارفين الدنيا بتشتغل ازاي. جهازك الهضمي عباره عن المعده، ومن بعد الاكل بينزل المعده، ومن بعد المعده بيتحرك على حته اسمها الاثنى عشر، ومن بعد الاثنى عشر بيبدا يدخل في الامعاء الدقيقه، وفي الامعاء الدقيقه بيبدا يحصل امتصاص الاكل بتاعك والادويه اللي انت اخدتها. الوسط في المعده وسط حمضي، والوسط من اول الاثنى عشر للامعاء الدقيقه بيبقى وسط قلوي او قاعدي. طيب دلوقتي لما سيادتك تاخد الاقراص مع الاكل، ماشي، الاقراص مع الاكل لما بتنزل المعده الاقراص هتتفتح مبدئيا كده يا جماعه. لو ناخد بالنا بس عشان نبقى فاهمين، الالفانترين اقراص لو ناخد بالنا مكتوب عليه اقراص مغلفه معويا. الاقراص دي ما بتتفتحش في المعده، ولكن بتحافظ على نفسها بشكل كامل، وبتبدا تتفتح اول ما بتتحرك من المعده للاثنى عشر، بتتفتح في الاثنى عشر. وليه معموله بالطريقه دي؟ لان الانزيمات الهاضمه اللي موجوده في الاقراص دي بتتاثر بحموضه المعده اللي انا قلتها من شويه، وبالتالي بتتكسر وبالتالي بتفقد فعاليتها. فلازم احافظ على القرص كامل لحد ما يتحرك من المعده للاثنى عشر. يبقى القرص بيتفتح فين؟ في الاثنى عشر. هتقولي طب يا دكتور خلاص كان الموضوع اتحل، ممكن ناخده مع الاكل عادي. طب ما هو برضه لما بتاخده مع الاكل القرص هيتحرك مع الاكل في الاثنى عشر، ومجرد ما القرص الكود بتاعه او الغلاف بتاعه داب وتبدا الماده الفعاله تنتشر منه، هيروح على انهي بروتين يهضمه؟ اقرب بروتين هيبقى ليه ايه؟ البروتين اللي في الاكل على طول، فهيتجه على البروتين اللي في الاكل وهيقوم يهضمه. فبالتالي الماده الفعاله هتخلص اثناء عمليه هضم البروتين اللي في الاكل، مش هيلحق يوصل الامعاء الدقيقه ويحصل له امتصاص ويدخل الدم، ومن الدم يبدا يتحرك على مكان الالتهاب ويهضم البروتين الغير حي اللي موجود فيه المسبب للالتهابات. فكده انت اخدته زي قلته. ولذلك الالفانترين اقراص يا اما يتاخد على معده فاضيه قبل الاكل بنص ساعه او ساعه، او هيتاخد على معده فاضيه بعد الاكل بساعتين. هتقول بعد الاكل بساعتين تبقى معده فاضيه ازاي يا دكتور؟ بعد الاكل بساعتين تبقى الاكل اكيد اتحرك من المعده لباقي جهازك الهضمي، لكن المعده نفسها بقت فاضيه. فلما تاخد الاقراص هتتحرك لوحدها وهتنزل الاثنى عشر لوحدها وهتتفتح لوحدها، مش هيبقى حواليها اكل، وبالتالي انت هتستفيد بكامل فعاليه الالفانترين اقراص. الالفانترين اقراص ليه موانع استعمال، ما تستعملهوش لو انت عندك مشكله كبيره في الكبد او عندك فشل كبدي،
او لو انت عندك فشل كلوي، او بعد العمليات او قبل سوري العمليات الجراحيه على طول. وبالنسبه للناس اللي بتاخد ادويه مضادات للتجلط تاخد بالها، لان هو بيزود من فعاليه مضادات التجلط. طيب ده بالنسبه للالفانترن اقراص واستخدامه الصحيح وموانع الاستخدام بتاعته. لما نيجي نروح بس برضو يا جماعه قبل ما نروح للريباليل اقراص، معلش، الناس اللي بتقول لك لا الالفانترن اقراص بيتاخد بعد الاكل، الانواع الثانيه البدائل الثانيه بتاعته اللي هي نفس التركيبه، اللي هو الامبيزيما اقراص يا جماعه، نفس التركيبه بتاعت الالفانترن على فكره. ماشي، لو جينا بصينا في النشره بتاعته، انا عايز اجيب لكم النشره بتاعته عشان اقريها لكم. هتلاقوا مكتوبه في النشره الجرعه المعتاده اهي يا جماعه، يا رب بس تكون واضحه في الكاميرا. الجرعه المعتاده 2 قرص قبل الاكل. قبل الاكل يا جماعه، ما قالش بعد الاكل. هتقول لي يا دكتور ما الالفانترن اقراص مش مكتوبه قبل الاكل في النشره بتاعته او في الاستخدامات بتاعته، وهي مش مكتوبه قبل الاكل بس مش مكتوبه بعد الاكل. ف يعني هو مش محدد في الالفانترن، ولكن لما تيجي هتبص على باقي البدائل الثانيه هتلاقي ان الالفانترن لازم يتاخد قبل الاكل. ولما تيجي تبص على بدائل الثانيه اللي نازله جديد، في حاجه اسمها مثلا الالزايم نفس تركيبه الالفانترن، هتلاقيه مكتوب على العلبه من بره قبل الاكل. في حاجه مثلا زي النيتروتريبسين، ماشي، ده موجود فيها يا جماعه التريبسين، ماده التريبسين نفس الماده الفعاله اللي موجوده في الالفانترن. ولما هنيجي نبص على الاستخدام، انا عايز اوريها لكم طريقه الاستخدام قبل الاكل بنص ساعه او بعد الاكل 90 دقيقه. يا رب تكون واضحه في الكاميرا. يعني انت برضو ممكن لو نزلتوا اي صيدليه هتعرفوا تجيبوها وتقروها. نفس الموضوع هتلاقوه برضو بيتكرر في التارجوزيم، هتلاقوه قبل الاكل بنص ساعه او بعد الاكل بساعه ونص او ساعتين. ماشي، نيجي بقى للريباريل اقراص. ايه الفرق بين الالفانترن والريباريل؟ الريباريل بيتكون من ماده اسمها ماده الاسين، ماده مختلفه عن التريبسين والالفا كيموتريبسين الموجودين في الالفانترن. الماده دي بتعمل او بتشتغل بطريقه تانية غير التريبسين والالفا كيموتريبسين. دول اللي موجودين في الالفانترن بيشتغلوا عن طريق ان هو بيهضم البروتينات الغير حيه. الاسين لا، بيعمل ايه؟ ان هو بيقوي من جدار الاوعيه الدمويه وبيقلل من النفاذيه بتاعتها. يعني ايه يقلل من النفاذيه بتاعتها؟ في اي التهاب بيحصل يا جماعه في الجسم، استجابه لعمليه الالتهاب، وعشان المكونات الدم بتبدا تنتقل من الدم وتروح على الانسجه اللي فيها التهاب، مكونات الدم من اجسام مناعيه وخلافه، فبيحصل حاجه اسمها بتزيد النفاذيه بتاعه الاوعيه الدمويه. يعني بالبلدي كده وكأن الاوعيه الدمويه بتبدا تتفسخ عن بعض وتتفتح عشان يبدا السائل اللي جواها يتحرك من الدم ويروح الانسجه اللي حواليها، وبالتالي تبدا الاجسام المناعيه تبدا تشتغل وتشوف ايه المشكله وتبدا تعالجها. فدلوقتي الاسين ده بيقلل من النفاذيه دي، وبالتالي هيقلل من الارتشاح اللي بيحصل او السائل اللي بيتحرك من الدم للانسجه اللي حواليه، وبالتالي هيقلل من التورم وتراكم السوائل اللي موجود في الانسجه. ولذلك عشان خاطر الاسين تركيبته مختلفه عن الالفانترن، الاسين هتلاقوه بيستخدم او ليه نفس استخدامات الالفانترن، وبالاضافه ان هو بيستخدم في علاج البواسير او بعض حالات البواسير. طب ايه هي برضو استخدامات الالفانترن والريباريل اقراص؟ الاثنين تقريبا ليهم نفس الاستخدامات. هما بيستخدموا بعد العمليات الجراحيه، بيستخدموا مثلا في حالات الاسنان زي بعد خلع الضرس، او في الحالات اللي فيها التهابات، بيستخدموا في حالات العظام والكسور، بيستخدم في بعض حالات التهابات العيون اللي بتبقى مصحوبه بتورمات. ليها استخدامات كتيره. اي استخدام بيبقى له التهاب او بيبقى فيه التهاب او تورم ناتج عنه ممكن تستخدم الالفانترن فيه. بس الفرق ما بين الالفانترن والريباريل ان ممكن الريباريل تستخدمه في حالات البواسير، الالفانترن لا، ممكن يستخدم بعد عمليات البواسير لكن مش كعلاج للبواسير ذات نفسه، الا اذا كان التهاب البواسير مصحوب بالتهابات وتورمات، اقول لك ماشي. ولكن عشان خاطر الريباريل تركيبته مختلفه، فهو اصلا بيقوي من جدار الاوعيه الدمويه، فبالتالي بيقدر يعالج بعض حالات الدوالي اللي هي البواسير، تعتبر نوع من انواع الدوالي. طيب ايه الفرق الجوهري ما بين الريباريل وما بين الالفانترن اقراص؟ احنا قلنا ان الالفانترن عباره عن انزيمات هاضمه، الريباريل عباره عن ماده الاسين، ودي ماده مختلفه عن الريباريل، هي مش انزيمات هاضمه، وبالتالي الريباريل لازم يتاخد على معده فاضيه سواء قبل الاكل
بنص ساعه او ساعه او بعد الاكل بساعتين، بينما الريباريل اقراص ممكن تستخدمه عادي بعد الاكل. هو الاستخدام بتاعه مكتوب ان هو يتاخد بعد الاكل عادي، ولكن ناخد بالنا ان برضو ماده الريباريل الاقراص بتزود من فعاليه مضادات التجلط. يعني هتزود لو انت لا قدر الله بتاخد مضاد التجلط هتزود من الفعاليه بتاعته، وبالتالي هتزود السيوله اللي ممكن تحصل لك. يا رب يكون الفيديو مفيد واستفدنا منه. ما ننساش يا جماعه لو الفيديو عجبنا نعمل لايك ونعمل شير للفيديو، وما ننساش نشترك على القناه ونفعل جرس الاشعارات عشان توصلنا الفيديوهات الجديده اول باول. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.